نعم، تحية لك وصباح الخير زميلي ربا، وتحية لكل مشاهدي الإخبارية السورية، والنصر للجيش العربي السوري الذي تعودنا عليه دائما بالانتصارات. الآن الحياة الطبيعية الموجودة في محافظة حماة كما تشاهدوها الآن عبر عدسة الإخبارية السورية، حياة طبيعية، المحلات التجارية وعمل الدوائر الرسمية في هذه المحافظة، حركة مرورية كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا. والآن نتواجد نحن في ساحة العاصي في منتصف هذه المحافظة. الآن كما تشاهدون هنا، هذا دليل على أن كل ما يبثه الإعلام المغرض لدى الجماعات الإرهابية هو عاري عن الصحة جملة وتفصيلا. هذه الحياة الطبيعية الموجودة الآن في محافظة حماة، حيث عمل الجيش العربي السوري على تأمين محيط هذه المدينة حوالي 20 كيلومتر من أجل إبعاد الجماعات الإرهابية عن هذه المدينة أو عن الريف المحيط بمحافظة حماة، حيث تدور الآن الاشتباكات على محور الشمالي والشمالي الغربي لمحافظة حماة، وذلك لتحرير القرى التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، حيث يعمل الجيش العربي السوري على إحكام الطوق وإعادة الأمن والاستقرار للقرى من خلال العمليات العسكرية. كما شاهدنا منذ قليل حشود عسكريية، نحن قبل الوصول إلى محافظة حماة حشود عسكرية، بالإضافة أيضا إلى تضامن شعبي كبير كتفا لكتف مع رجال الجيش العربي السوري، وذلك لدحر الجماعات الإرهابية المسلحة. هنا المحافظة كانت ليلة أمس تشهد بعض المخاوف من قبل الأهالي، ولكن عندما يشاهدون الإعلام الوطني يبث من قلب هذه المحافظة يزرعون الطمأنينة دائما في قلوبهم، يعرفون أن دائما نحن كإعلام وطني كالإخبارية السورية والزملاء المتواجدين على جميع الجبهات وبالإضافة أيضا في جميع المناطق والمحاور نرصد لكم دائما المناطق التي تتحدث عنها الجماعات الإرهابية أنهم قد سيطروا على هذه المنطقة وسيطروا على منطقة أخرى، وهو دليل من خلال إعلامنا الوطني ووجودنا في هذه المناطق هو تكذيب الشائعات التي تداولها هذه الجماعات الإرهابية. هدفهم هو خلق الذعر والخوف في قلوب المواطنين، ولكن أهالي محافظة حماة دائما يقولون ويرددون أنهم مع الجيش العربي السوري قلبا بقلب، بالإضافة أيضا أنهم معهم خطوة بخطوة لتحرير كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. بالإضافة أيضا حاولنا أن نرصد لكم بعض الحركات المرورية التي تعيشها هذه المحافظة، هي حركة طبيعية إن كان في شوارع المدينة ومداخل المدينة. هنا رصدنا في مركز المحافظة في منتصف هذه المحافظة، وانتظرونا أيضا في رسائل أخرى من قلب شوارع ومداخل المدينة وبأرياف محافظة حماة إن شاء الله، لننقل لكم الحياة الطبيعية زميلي ربا. نعم. يعني اليوم الإعلام الإرهابي عم يحاول عبر التواصل الاجتماعي تعزيز أنفسهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي أنهم قد سيطروا على هذه المدينة أو سيطروا على بعض القرى في ريف حماة، ولكن دائما الإعلام الوطني يثبت وجوده دائما بوجوده في هذه القرى التي تدعي عليها هذه الجماعات الإرهابية، ويتم تكذيب هذه الشائعات، وذلك لحتى نكون معكم ومع المواطنين بالصورة والصوت والحقيقة. شكرا جزيلا لك محي الدين فهد، مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا مباشرة من حما، وكل المحبة لأهالينا في حما والسلام لكل محافظات سوريا إن شاء الله. الآن